السلام عليكم أزول اللون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضية والإخبارية. حصريا جديد أخبار شبيبة القبائل اليوم عبر جريدة الكرة نيوز. قال لك العد التنازلي لنهاية الميركاتو بدأ، وشبيبة القبائل لم تضمن أسماء ثقيلة، وسيناريو تفادي السقوط يلوح في الأفق. على بالنا بلي ماكسويل باكو داتو مولودية وهران، والبارح زادت الهم مهاجم شباب قسنطينة وليد عرجي اللي تمنينا أنه يجي لشبيبة القبائل كذلك. كل الاسماء الثقيله ربما نقولوا باللي ادتها مولوديه وهران لامسيو، ولكن شبيبه القبائل ما دارت حتى صفقه صراحه مليحه. باكو ضاع في اخر لحظه، والملموس هو الصح كذلك. والله صراحه الاخبار لا تبشر بالخير. الاداره تواصل رحله البحث عن حارس جديد مكان رحماني، ولم تجد لحد الآن. الإدارة تتحجج باستحالة تسريح الأندية لأفضل لاعبيها، لكن الكل يتساءل. صراحة لا توجد أي أسماء ثقيلة جابتها شبيبة القبائل. باكو ضاع في آخر لحظة، كذلك مهاجم وليد عرجي مهاجم شباب قسنطينة ضاع في آخر لحظة كذلك، وكلهم اتجهوا نحو مولودية وهران.